بعد ما جربت اكتر من طريقة، دي احلى فرخة محشية انا عملتها. تعالوا بينا كملوا معايا الفيديو، اوعدكم باذن الله هتطلعوا واخدين كورس مكثف في طريقة عمل الفراخ المحشية سواء بالرز او بالفريك. بصوا انا عايزاكم تشوفوا الفرخة عاملة ازاي معايا، ما شاء الله عليها مقلبظة، ومع ذلك طالعة معايا مستوية، ما فيهاش دم، ما فيهاش اي مشكلة. يلا بقى بينا نبتدي على طول. عملناها ازاي؟ انا هنا معايا شوية زيت. القنص انا مقطعاها، بتنزلي طبعا بالقنص الاول، يعني مينفعش تنزلي القنص والكبد لان القوانص بتاخد سوا شويه عن الكبده، فبتشوحي القنصه شويه في الزيت. بعد كده بصلايه حجم متوسط برضو تشوحيها مع القنص، وبعد كده انزل بالكبده. بعد ما قعدت اشوح في القنصه والبصل شويه في الزيت، نزلت بالكبده. تمام، خلاص باخد تشويحه معايا. الكلام ده بتاخد تشويحه معايا، الكبده بتاخد تشويحه معايا. اول ما بتقفل المسام بتاعتها الكبده، بكون محضره ملح وفلفل وقرفه. القرفه دي بتنقل الفرخه المحشيه في حته تانية خالص. نقلب بقى الكلام ده كله مع بعضيه. بصوا انا هنا حطيت قرفه، بكون طبعا مجهزه الرز وغسلاه. انا طبعا معايا كميه رز كبيره شويه، لان الخلطه دي في العموم بتتاكل كمان، يعني انا بسويها بره كمان الفرخه، بتبقى خطيره جنب الفرخه المحشيه. تقلبي بقى، طبعا لازم تقلبي الرز كويس جدا مع التتبيله، مع الخطوه دي، مع الحشوه دي. ليه بقى؟ عشان احنا عايزين كل رزايه تتغلف بالزيت، عشان يكون الرز يعني مفرفر كده معانا، ما يكونش معجن او كده. طبعا انا بزود فلفل انت حسب الرغبه، بس هو بيديله لون حلو، الفلفل والتوابل بتديله لون حلو. خلاص بصوا الميه بقى، سوى الميه. طبعا انت مش بتسوي الرز، احنا عايزين الحشوه اللي هنحشي بيها ما تكونش مستويه لانها تكمل سوا في الاخر، فانت بتحطي الميه سوى الرز، مش بنعلي. تمام، وبعد كده بناخد شويه رز نحشي بيها، ونكمل بعد كده الميه نسوي بقى بقيه الرز بره الحشوه. انا بقى هنا معايا لتتبيله الفرخه بصلايه مبشوره ناعم وملح وفلفل على البصلايه. انا بقى معايا الفرخه دي، المفروض طبعا فراخ الحشو بتبقى صغيره شويه، بس انا للاسف ده كان متاح عندي، فالفرخه هنا ده وزن كبير، ومع ذلك بسم الله ما شاء الله طلعت مستويه جدا، دايبه كده، يعني مش مستويه بس دايبه. بصوا بقى، بتفتحي طبعا الفرخه لو كبيره كده زي اللي عندي، انت بتنغزيها كده، بتحاولي تفتحي اللحم لحد العظم عشان خاطر التتبيله تخش جوه. انا معايا بقى التتبيله دي اللي هي بصل وملح وفلفل، واحاول ادخل التتبيله دي في اللحم من جوه لحد العظم. يفضل طبعا ممكن تسيبيها قبل تعملي الخطوه دي قبل الحشوه، فتقومي انت تسيبيها مثلا نص ساعه كده، ساعه، بتديها طعم حلو. خلاص، ولو مستعجله عادي، انت زي ما قلنا كده خلاص الرز معانا ما استواش طبعا للاخر زي ما قلنا نص سوا، لان هو لسه هيكمل سوا في الفرخه. بصي بقى، انت بتحشي في البطن من جوه. تمام، بتحشي في البطن من جوه، وبعد كده بتحشي الجلد. طبعا انا فاصله الجلد عن اللحم، انا مش بكبس الفرخه من عند الجلد كده للحم، مش بكبسها رز. انا بحط كام معلقه وببطط الرز بايدي، بحيث ان الرز يكون متبطط على اللحم والجلد، يعني مش بقعد احشي رز ما بين اللحم والجلد. طبعا الجلد هيفرقع لو عملنا كده، يعني انتوا شايفين صور الرز. بصوا انا يعني بحط مثلا معلقه رز وبططها كده لحد ما تخش جوه، تكون متبططه كده، بحيث ان يعني شايفين انا بعمل ايه. خلاص انا كده خلصت كميه الرز اللي انا حاططها في الفرخه. اقفل بقى الرجلين بتاعها. لو ما عرفتش اقفلها زي ما انا هقفلها كده، ممكن بخيط ولا حاجه ونقفل الرجلين، وممكن عادي جدا. طبعا انا هسوي الفرخه دي في كيس حراري. انا خلاص بيبقى مجهزه بس في الناحيه التانية كده معلقه زيت على معلقه صلصه. هدهن بس الفرخه معايا بمعلقه زيت ومعلقه صلصه، وهي كده بتكون جاهزه معايا. معلقه زيت على معلقه صلصه بالفرشه كده ندهنها بس، وخلاص هي كده الفرخه جاهزه انها تخش معانا الفرن. انا بقى هسويها في الفرن في كيس حراري، بكون مجهزه الكيس الحراري وبدخل الفرخه فيه. تمام، انا بقى خلاص ببقى مشغله الفرن ومعليه درجه الحراره. بحط الفرخه دي في بايركس او في صينيه او في اي حاجه. بقفل طبعا الكيس الحراري ده كويس، وبنغزه كده علشان البخار، يعني بنغزه كده كام نغزه بس، وبعد كده بدخله صينيه وبدخله الفرن.
انا بقى بحطها على الشبكة على درجة حرارة عالية، بتقعد معايا ساعة ونص، ساعة وربع. اول ما بتطلعيها بتختبريها بخلة اسنان او بسكينة، لو ما لقيتيش فيه مية في دم طالع معاكي بتكون بتعرفي على طول انها استوت. انا عايزة اوريكم، بصوا هي دايبة معايا ازاي. جربوا الطريقة دي باذن الله هتدعولي وهتعجبكم جدا. لو عجبكم بقى الفيديو بتاع النهاردة متنسوش تحطوا لايك وتعملوا شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس.